خليني أسألك سؤال كده. عمرك كنت قاعد عارف إن في حاجة ضروري تعملها أو حلم نفسك تحققه أو مشروع يمكن حياتك كلها متوقفة عليه ونفسك إن أنت تبدأ فيه، بس حاسس بجسمك تقيل كده زي ما يكون في حاجة جواك عمالة تشدك لورا؟ ناس كتير بتفتكر إن التسويف كسل، لكن الحقيقة إن التسويف مش كسل. التسويف هو شكل من أشكال الهروب، بس الهروب من إيه بقى؟ تعال نفكر سوا شوية. أول سبب بيكون الخوف من الفشل. أوقات كتير لما تلاقي نفسك بتأجل بيكون السبب الحقيقي إن إحنا خايفين. أوقات من الشغل نفسه، وأوقات بتكون خايف من النتيجة كمان. يعني تقول لنفسك طب لو أنا بدأت ومعرفتش أكمل، ولو بدأت وما جبتش نتيجة، طب هي الناس هتقول إيه؟ فتلاقي دماغك تلقائيا بتقولك طب خلينا نأجل دلوقتي، طب استنى لما نبقى مستعدين أكتر، طب تعال نرتاح شوية وبعدين نبقى نشوف هنبدأ إزاي. لكن الحقيقة كل دي أوهام عقلك بيحطها لك عشان تفضل تفكر فيها، يمكن كمان عشان تخوفك أكتر وتخليك تكسل، بالأخص فكرة الاستعداد الكامل، لأن هي حرفيا وهم. تاني سبب الكمال الزايد أو البرفكشنزم. أيوة، فكرة الكمال دي شكلها جميل جدا على فكرة من بره، وأوقات الفكرة دي بتساعدك جدا على التطوير المستمر، وأوقات تانية بتبقى هي اللعنة اللي هتخليك ما تتحركش من مكانك. يعني تقول لنفسك كده أنا مش هبدأ إلا لما أكون جاهز وكل حاجة تبقى 100%، مش هسجل الفيديو غير لما يكون معايا كاميرا احترافية، مش هقدم على الشغل غير لما أكون مذاكر وجاهز في كل حاجة، وتقعد تحضر وتحضر وتحضر لحد ما الوقت يطير منك، والمشروع يبقى حلم محفوظ في النوتة بتاعتك أو على اللابتوب. ويمكن حتى بعد ما تذاكر وتحاول تحضر تلاقي نفسك وقفت في كل حاجة لأنك مستعجل النتائج، ويبدأ الخوف من الفشل يزيد لحد ما الفكرة نفسها اللي انت بتفكر فيها تموت، ما يبقاش ليها أي لازمة. تالت سبب غياب الوضوح. انت مش عارف تبدأ منين. انت عندك حاجة عايز تعملها بس مش مقسمة خطوات، ولا عارف أول حاجة تعملها إيه، فدماغك بتهرب وتقول لك طب ما خلينا نعمل حاجة أسهل دلوقتي، تعالى نرتاح نتفرج على فيديو أو حتى نعمل سكرول لأي حاجة على الفيسبوك. ليه؟ لأن المهمة اللي مش واضحة بتتسجل كمجهود كبير في دماغك، فدماغك بتبعد عنها. رابع سبب ربط الإنجاز بالعقاب. في ناس بتبقى متربية على إن هي ما تنفعش تقعد، لازم يفضل طول الوقت بيشتغل، ولو قصر شوية بيتم تأنيبه من نفسه أو من حتى المحيطين بيه، فدماغه بتربط الإنجاز ده بتعب نفسي. كل ما يجي يبدأ يحس بخنقة، يجري من الحاجة اللي المفروض يبدأ فيها. الحاجة دي هي اللي هتفرحك على فكرة. كل اللي قلناه ده المشكلة بتاعته إنه بيحصل في صمت، أنت مش مدرك قوي إن هو بيحصل في دماغك أو في عقلك اللاواعي. أنت بتضحك وبتقول عادي بكرة هبقى أبدأ، بس الحقيقة دماغك بتختار الهروب بدل المواجهة، وأنت سايبها تتحكم فيك. وهنا بقى المشكلة.